هيكون واحد من أهم مناطق الصراع في الفضاء الخارجي، واللي هيسيطر على المدار الأرضي المنخفض هيسيطر على الفضاء القريب من الأرض، واللي هيسيطر على الفضاء ده هيهيمن على الكوكب، وبالتالي هيحدد مصير البشرية وهيعيد رسم تاريخ ما يحدث على الأرض. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا صديقي، شايف الصورة اللي قدامك دي؟ أول ما هنعلى عن سطح الأرض وعلى ارتفاع أقل من 450 كيلو هتلاقي المدار الأرضي منخفض جدا. ده المدار اللي فيه دايما الأقمار الصناعية العلمية زي الأقمار المختصة بدراسة الطقس، واللي صحيح بيساعد الأقمار على التقاط صور عالية الدقة نظرا لقربها الشديد من الأرض، إلا أن مشكلة المدار الأرضي المنخفض إن زاوية التقاط الصور أصغر وأضيق. أما لو طلعت لارتفاعات أعلى هتقدر تاخد صور لمساحات أكبر بزاوية أوسع. كمان القمر الصناعي اللي بيدور قريب من الأرض للدرجة دي بيدور بسرعة كبيرة عشان يواكب سرعة الأرض، بالتالي يحتاج لأنظمة دفع متقدمة وفعالة ومستمرة، وده عشان يقدر يحافظ على ارتفاعه واللي بيخليه يحرق وقود أكتر. لكن كل ما